السلام عليكم. هاد الايام واحد الموضوع خطير بزاف كيدور في السوشيال ميديا اللي البدايه ديالو كانت في جلسه في البرلمان كيف العاده. النواب كيهضروا على مواضيع الدعم والغلاء، ولكن هاد المره كلمه ديال البرلماني قلبت الطابله. السيد احمد التويزي نائب عن حزب الاصاله والمعاصره خرج بتصريح خطير بزاف وقال بالحرف راه كاين اللي كيطحن غير الوراق. هي سمعتي مزيان، كيطحنوا الكاغيط في بلاصه القمح. هاد الكلام ما جاش من شي مواطن عادي، جا من واحد برلماني كيهضر قدام الحكومه، وقال بان منظومه الدعم ديال الدقيق فيها اختلالات كبار بزاف، حتى ولا المواطن في البوادي والجبال كيشري الدقيق المدعم ولكن كيلقاوه رديء وحتى ما صالحش للاستهلاك. تويزي زاد وقال بلي الدوله كتصرف كل عام اكثر من 16 مليار ديال الدرهم على دعم الدقيق، ولكن هاد الفلوس ما كتوصلش فعلا للناس اللي محتاجها، وبدل ما الناس يستافدوا من دقيق مزيان كيلقاو الدقيق فيه شوائب كحال، ما كيتعجنش مزيان وكيخلي ريحه خايبه في الخبز. الناس في السوشيال ميديا تفاجئوا بزاف، منهم ما صدقوش وقالوا واش بصح كاين مطاحن كيديروا الوراق بلاصه الدقيق، واش ممكن نوصلوا لهذا المستوى ديال الفساد؟ وكاين اللي كيقول حتى الا ما كانش هذا الغلط كيوقع راه الدقيق فعلا الجوده ديالو رديئه وكارثيه في المناطق النائيه. من جهه اخرى بزاف ديال النشطاء طالبوا الحكومه تفتح تحقيق رسمي وتشوف واش فعلا كاينين شي شركات كتغش ولا هذا التصريح كان مجرد طريقه باش يضغط التويزي على الحكومه، لان في الاخير هذا الاتهام ماشي بسيط، راه كيمس الامن الغذائي للمغاربه وكيمس الثقه بين المواطن والدوله. تصور معايا شركه كتستثمر من الدعم ديال الدوله اللي جا باش يعاون الفقراء وكتغش في الدقيق اللي الناس كتاكلو كل نهار. هذه ماشي غير فضيحه، هذه جريمه بكل المقاييس خاصها متابعه ومحاسبه صارمه. تويزي قال ايضا خاص الدوله تبدل الطريقه ديال الدعم، يعني ما تبقاش تعطي الشركات ولكن تعطي الفلوس مباشره للمواطنين اللي مسجلين في السجل الاجتماعي الموحد، باش هكا يقدروا يشريو القمح بجوده مزيانه بلا ما يبقاو رهينه ديال هاد الشركات. الموضوع باقي كيتطور والعيون دابا كلها موجهه للحكومه، واش غيتفتح تحقيق، واش غتكون مراقبه حقيقيه للمطاحن، ولا غادي يبقى هذا الملف بحال بزاف ديال الملفات اللي كدوز وكتنسى؟ الناس باغيين الحقيقه وباغيين يعرفوا شكون كيلعب بصحه المغاربه وبقوتهم اليومي، واش فعلا الاوراق ولات كتدخل في الخبز ديالنا ولا غير كلام سياسي باش يديروا البوز؟ الزمن غادي يجاوب، ولكن اكيد هذا الموضوع خاصو ما يتسكتش عليه. نتوما اش بان لكم في هذا الشيء دابا اللي طاري؟ كتبوا لي الاراء ديالكم في التعليقات. نشوفكم في فيديوهات ماجي ان شاء الله. تهلاو في راسكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.